السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعيني الكرام، تحياتي الخاصة إلى فريق دعم اليوتيوب العظيم نظرا لمجهوده الفاضل والمجهود العظيم في لما تقدمه لصناع المحتوى على منصة اليوتيوب العالمية. طبعا متابعينا الكرام إن شاء الله مرحبا مجددا في قناتكم التعليمية إنجليزي محمد علي علام. في هذه المحاضرة إن شاء الله هناخد بعض الانفورميشنز، المعلومات الهامة جدا إن شاء الله. طبعا الرجاء التركيز من فضلكم. النهاردة هناخد قاعدة مهمة جدا جدا، والكثير والكثير من الأشخاص يغفلون عن هذه القاعدة. بالنسبة في قاعدة اسمها قاعدة قاعدة اف. طبعا هي قاعدة سهلة جدا جدا، ما فيهاش اي حاجة خالص. بالنسبة اف معناها اذا او لو، اذا او لو. هناخد قاعدة اف في زمن او في صيغة البريزنت المضارع، وايضا في صيغة الباست اللي هو الماضي. فور اكزامبل، على سبيل المثال لو اخدنا في صيغة البريزنت او بريزنت يعني المضارع، فنقول مثلا جملة if you study well يعني لو حضرتك ذاكرت كويس، well يعني كويس، لو ذاكرت كويس. you will، أنت will سوف، بالآي سوف، لكن طبعا بالإي بمعنى جيد أو أحسنت أو كويس. طبعا بالنسبة نقول if you study well، إذا كنت لو أنت ذاكرت كويس. you will، أنت سوف succeed in your exam. يعني الكلام ده، يعني لو أنا عايز أقول باللغة الإنجليزية، إذا لو أنت ذاكرت كويس سوف تنجح في الامتحان. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الفيرب الذي يأتي بعد will جاء في صيغة الانفينيتيف، يعني التصريف الأول للفيرب اللي هو المصدر. انفينيتيف يعني المصدر. أنا هنا قلت succeed يعني تنجح، سوف تنجح. إن يعني في your exam اللي هو امتحانك. ده بالنسبة في صيغة البريزنت اللي هو المضارع. طيب تعالوا مع بعض نشوف هنستخدم if بس في صيغة الباست، في صيغة الماضي. أنا أقول بقى if you studied لو أنت إذا أو لو أنت ذاكرت well، ذاكرت كويس. you بدل will بقى هنكتب would. هنكتب يا شطار would. you would بدل will هنكتب would، الماضي من will. you would succeed سوف تنجح in your exam في امتحان. ماذا نلاحظ يا شطار؟ لاحظنا انه الفيرب سواء في البريزنت او سواء في الباست بينزل في الانفينيتيف يعني المصدر. يبقى احنا بعد اذنكم نراعي الحته او الجزئيه دي. يبقى اذا زي ما اتفقنا ان شاء الله بالنسبه لقاعده اف، بالنسبه للبريزنت هنستخدم بعد will هنستخدم الفيرب يكون في المصدر، وايضا بالنسبه للباست بنستخدم طبعا الفيرب ايضا في الانفينيتيف اللي هو المصدر. طبعا اترككم في رعاية الله وحفظه، وان شاء الله الى اللقاء في محاضرة قادمة ان شاء الله باذن الله. تحياتي لكل متابعينا الكرام، وشكر خاص لفريق الدعم اليوتيوب المحترم نظرا لمجهوده العظيم الذي يقدمه لصناع المحتوى على منصة اليوتيوب، اكبر منصة على مستوى العالم.